كرانطيطة بدون بيض بدون غلوتين، وصفة تجي أحسن من العادية وتجي بنينة، ويجي القوام تاعها واش نقولكم مالغري تقعد للحشية تقعد بنينة كي تسخنوها في الميكرووند. نقولكم أهلين وأحلى تحية، سلام، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. إن شاء الله لا فيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بخير ومهنين يا رب العالمين. جبت لكم كرانطيطة كيما شفتوا، الوصفه تاعها ما شاء الله سهله وتجيكم بزاف بنينه. انا نعبر دائما بالبول تاع الشوربه هذا في الكرانطيطة، نستعمل لا مكرون ولا نوغلوت. هذه المره استعملت لا مكرون، وفي زوج بنانه، وفي زوج يديروا لي ديك القشره من الفوق، ديك لاكروت من الفوق، ديك الفريره كيما نقولوا حنا. ندير عبر تاع حمص كيما راكم تشوفوا، بربع عبر تاع ماء وشويه. دائما ندير ربع عبار وشويه تاع ماء. مي اليوم راح الحال عليا باه طيب ليه وتنشف لي، درت غير ربع عبار تاع ماء. اول حاجه نديروا العبر الاول تاع الحميصه والعبر الاول تاع الماء وشويه ملح، ونخلطوا تخي بيان بالفوي باه يتنحاونا دوك لي كريمو. كون نديروا الزيت هي الاولى، راه تواسينا ديك، دير لنا حبيبات تكتلات ونعيشو نصفو فيها، يعني نقعدوا غير نغنجقو كيما نقولوا حنا، بصح هكذا بهذه خدمه نقيه. شوفوا هنا كي بعد ما تنحاولي دوك التكتلات بالبول تاع الماء الاول، دوكا نكمل 3 عبار واحد اخرين. فوالا 3 عبار واحد اخرين، 3 كيلات كل واحد كيفاه يقول لهم. فوالا نزيدو الكيله الثالثه والرابعه باه نزيدو الزيت. كيما شفتوا هنا ما فيهاش البيض، كيفاه دير لنا ديك الفريره وكيفاه تجينا طريه من الفوق. السر تاعها هي الكوشه، والسر تاعها الرغوه. كي دير لنا ديك الرغوه ديك لاموس، دوك تشوفوا الطريقه معايا بالفوي ولا بالميكسور، لازم دير لنا ديك الرغوه. كيما شفتوا انا ما درتش الكمون حنا اللي نطحنوه في الدار، حنا سيلياكين نطحنوا لي زيبس تاعنا في الدار يجوا قاسحين. الكمون يكون قاسح ويكون ديروه تطلق لنا فيه ديك بنه المراره، لك سورتو لا كثرتو وحاشاكم تقعدوا غير تتقرعوا فيه. انا ما نحبش هكذاك، ندير شويه في الاخر كي نكون نواسي فيها. كيما شفتوا ديك الرغوه اللي درتها، راكم تشوفوا السر في ديك الرغوه. نقعد غير نخلط فيها ولا بالميكسور. بعد ما نحطها في السنيوه، نكون دهنت السنيوه بشويه زيت باه ما تلصقليش. نزيد لها ربع مغرف تاع كمون. شوفوا على راس المغرف درت الكمون، ما كثرت، ما نحبش الكمون مع الاول. ندير انا الكمون في الاخر كي نسقي ندير فوقها هكذا، ندير فوق الكران شويه هكذا. كيما راكم تشوفوا راني نعاود نواسي بالفوي، نحوس على ديك لاموس. الكوشه تاعكم لازم تكون سخونه. كي تشوفوها خلاص دخلتوها للكوشه وتشوفوها بدات تدير لكم في دوك النبابل، في دوك الفقاعات، شعلوا عليها من الفوق. تدير لكم واحد ربع ساعه 20 دقيقه ولا ما 20 دقيقه كي تحمر لكم كامل. انا عندي في الكوشه تاعي كاين جهه تحمر وجهه يعني تخليها هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا. مي القوام تاعها طوب طوب طوب. كانت مشتركه قالت لي كرانطيطه تاعي تجيني مزيته، ذي الوصفه ما تجيكش مزيته. لكن عندكم الوقت وتحبوها طريه، ديروا ربع عبار تاع ما وشويه، ولا تحبوها بدا القوام يعني ديروا غير ربع عبار تاع ما. ان شاء الله نكون وصلت لكم الفكره. كاين بزاف اللي يقولوا لي حطي لنا الوصفه مكتوبه، سمحوا لي يعني ما عنديش الوقت، اللي يضيق الوقت. شتو المسؤوليه تاع امراه يعني متزوجه وعندها مسؤوليه تاع اولاد ودراري، راكم عارفين. يعني كي ندير لكم المونتاج ونبدا نبعث اليوتيوب الفيسبوك الانستغرام تيك توك، ما عنديش الوقت. هذه الهريسه صنع منزلي، اللي يحب يشوف الوصفه، هذه وصفه حصريه حطيتها في قناتي، ما كاش في حتى قناه في اليوتيوب. وصفه حصريه في قناتي، اللي يحب يشوفها بزاف بنينه. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.